تعرف يعني ايه حد يجيب طفل ويذبحه؟ مش عشان انتقام ولا حتى مرض نفسي، ده عشان يفتح بيه المقبرة الفرعونية اللي تحت الارض ويطلع الاثار اللي جواها، ومش بيهمه مين الطفل ده، لدرجة انه ممكن ياخد ابنه يذبحه ويقدمه قربان للجن حارس المقبرة عشان يطلع الاثار اللي جواها. طب اشمعنى يا ابو صلاح بيستهدفوا الاطفال بالذات في الطقوس دي؟ لان الدجالين بيقولوا ان الطفل الصغير دمه نقي وما عندوش اي ذنوب، والجن الفرعوني مش بيرضى باي روح، لازم تكون روح بريئه بالكامل، وده اكتر قربان بيرضى عنه الجن. دول كمان بيقنعوا الناس ان دم الطفل بيكسر الران، والران ده اللي هو السحر الفرعوني اللي بيقفل المقبره، ودم الطفل هو الوحيد اللي بيكسره، حاجه كده زي القفل. وبيقولوا ان روح الطفل اللي هيتذبح هتفضل تحرس وتخدم اللي طلع الكنز طول عمره، ويجوا يتمسكوا بعدها بساعات. انا مش جاي احكي لك عن جريمه قتل، انا جاي احكي لك عن اب باع كل حاجه حتى ابنه عشان حته حفره تحت بيته قالوا له ان تحتها اثار فرعونيه. في قريه في الشرقيه واحد اسمه محمود عنده 35 سنه وعايش على قد حاله، لحد ما بدا يسمع ان في مقبره اثريه موجوده تحت بيته، وواحد من الدجالين قال له عشان تفتح المقبره دي وتطلع اللي جواها لازم ترضي المساخير، يعني تنفذ طلبات الجن الفرعوني اللي حارس المقبره. طب ايه هي الطلبات دي يا عم الجن؟ قال له لازم دم يكون من صلبه يسيل على باب المقبره، يعني تذبح ابنك على باب المقبره ودمه يسيل عليه. وبعدها بايام الناس سمعت صوت الحفر وصوت طفل بيصرخ، واللي حصل بعد كده ما يتوصف. محمود بعد ما ذبح ابنه على باب المقبره فعلا فتحت وطلع من جواها تمثال ذهب وخرز فرعوني وحته ماس فرعوني نادر، توعدنا يا رب. لكن بعدها صابته اللعنه وبقى عامل زي المجنون بالظبط، والحكومه عرفت بالخبر وقبضت على محمود، ولقوه ذابح ابنه وقاطع كف ايديه الاتنين ومسيح دمه على باب المقبره. وهنا محمود خسر كل حاجه، خسر دنيته وخسر ابنه وخسر اخرته. لما الطمع بيعمل قلب الانسان بيبيع اعز ما يملك، بس المقبره اللي اتحفرت ما كانتش للكنز، دي كانت باب الجحيم اللي فتحه على نفسه. اعمل لايك للفيديو واكتب لي في الكومنتات اي قصه تعرفها عن الموضوع ده، وعايزين نوصل بيكم 100,000 ان شاء الله على مختلف المنصات. خليك مع صلاح.